كان بعض الصالحين يقول: إني أعلم وصفة لقضاء الحاجات، إذا نزلت بك حاجة فلا تخبر بها أحدا، وقم قبل الفجر بساعة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صل ركعتين، فإذا وضعت جبينك على الأرض فقل: يا سيدي الأمر كيت وكيت. احكي له لا الله القصة. قال: ثم إذا أصبح الصباح اسعى بها بين الخلق فإنها تقضى بإذن الله تعالى. نصيحة يا أخوان، يا شباب، يا أخوات، خذوا هذه الساعة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك جل جلاله، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سيدنا أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 استغفارا، لما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وفي الأحقاف قال: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 استغفارا. قال بعض العلماء في معنى هذه الآية والمستغفرين بالأسحار، قال: والمصلين بالأسحار. وقال بعضهم: لا، المستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: المستغفرين في الصلاة بالأسحار، يعني يصلي وهو في صلاته يستغفر ربه. شو أحسن استغفار نستغفره بالأسحار؟ أي استغفار استغفرت به ربك؟ صح، إذا قلت أستغفر الله العظيم صح، إذا قلت ربي اغفر لي ولوالدي صح، إذا قلت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت صح. بس أنو أفضل استغفار؟ أفضل استغفار هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يا شباب، هذا وقتكم في الإقبال على الله عز وجل. يا معشر الشباب، عندكم قوة، عندكم طاقة، عندكم مادة روحية عالية، إذا أقبلتم على الله عز وجل أقبل عليكم. ساعة التهجد وساعة السحر هي وقت تزاحم الأقدام بين يدي الله عز وجل.